والله انكم اخواتنا، نعتبركم اخواتنا، جايين تحاربوا الشعب السني، جايين تحاربوا الشعب السني، يشكلون 80% من الشعب السوري، تقتلوا الشعب السوري. والله هذه ارض بني اميه، هذه أرض بني أمية. نحن ما بننسى السوريين يلي طردتوهم وبعتوهم على المغرب. يا أبناء النطفة الفرنسي، لا تنسى السوريين، لا تنسى السوريين. اسمعوا لك، اسمعوا لك، اسمعوا لك أخذ دقرة، اسمع ولا حس أحسن ما عن شرفك. نحن على الواقع يا فرنسي، نحن على الواقع يا أبناء الفرنسي. نحن دعسنا على الروسي، نحن دعسنا على الإيراني، نحن دعسنا على الشيعة، ومندعسك ومندعس دولتك الكبرانات، مندعسك ومندعس دولتك الكبرانات. نحن قول وفعل، نحن قول وفعل يا ابن الفرنسي. هذه أرض بني أمية، هذه أرض الشام التي تكلم عنها الرسول، هذه أرض الشام التي تكلم عنها الرسول، ليست كبرانات. لم نعرف الجزائر، الجزائر كانت ولاية مغربية، الجزائر كانت ولاية مغربية، والتاريخ يشهد، والتاريخ يشهد. الجزائر كانت ولاية فرنسي، كانت ولاية فرنسي، والآن مستعمر، كانت ولاية عفوا مغربي، لكن فرنسا أنجبتها لإفريقيا لمس السم في إفريقيا. نحن بالشرق الأوسط لدينا إيران، وفي إفريقيا لديكم إيران التي هي الجزائر. يا أهل المغرب، لديكم إيران هي الجزائر، هي سرطان إفريقيا، ونحن لدينا سرطان الشرق الأوسط هي إيران، هي ملة الملالي، هي الشيعة، هي أبناء النطفة. اعلموا أن فرنسا أنجبت لكم السرطان، أنجبت لكم هذا السرطان وهذا النظام. نظام الجزائري لا يفرق عن نظام الأسد. نظام الجزائري لو أنه شريف كان ما تخلي عن ثورته بالعشيرة السوداء. ماكم مثل الشعب السوري بالعشيرة السوداء، نظامك قتل 250 جزائري. رحتوا صالحتوا النظام، ما طلبتوا شهدائكم ولا قمتوا ثورة ولا سقطتوا نظامكم، لأنكم ما عندكم شرف، لأنكم ما عندكم شرف أبدا. أما الشعب السوري ما رضي، 14 سنة قتل وذبح وتهجير، لكن ما رضنا حتى سقطنا هذا النظام، حتى سقطنا هذا النظام بأبطالنا. أنا كسوري، أنا ابن إدلب، أنا أخوتي شهداء ثلاثة، أنا أخوتي. اسمعني أخوي أبو إدلب، لا تزعل حالك، ما تعصب. علاش؟ وأنا نحن ما بننسى أهل المغرب، أهل المغرب هذا المعروف ما بننسى لكم إياه. أنتوا على عيننا وراسنا، وسوريا هي بلدكم الثاني، بلد بني أمية هي بلدكم الثاني. أهل الشام والله بيحبوكم كتير يا أهل المغرب، ووصلوا هاي الرسالة مني، وما بينسوا المعروف إنكم وقفتوا لو بكلمة وقفتوا معنا. نحن ما بننسى هذا الشيء، أنتوا على عيننا وراسنا. كل حد يوقف مع الشعب السوري ولو كان بكلمة. نحن الشعب السوري وأهل الشام ما بننكر، ما لنا جزائريين لننكر. الجزائري بالثورة الجزائرية اللي قامت، المغرب أرسلت جنود ودعمتهم، سوريا أرسلت جنود ودعمتهم، ومصر كمان. بس الشعب الجزائري بينكر هذا الشيء، لأنه شعب بلا شرف وبلا أخلاق بكل ما تعنيه الكلمة. القوة الضارطة ما بتقلك القوة الضاربة. إنه على التيك توك ما عندكم لا أفعال ولا قول وفعل. لو عندك قول وفعل، أنا كسوري ما بعيش ببلد استعمرتني. أكثر من 7 مليون جزائري عايش بالبلد يلي قتلته، عايش بالبلد يلي احتلته 132 سنة، عايش بالبلد اللي عملت جماجم أجدادهم فرجة في المتاحف الفرنسية. أسألك بالله يا أخي، أسألك بالله، أنت كمغربي تسكن في من كان محتليك، تسكن من قتلك. نحن كاش اسمه سوريين، نحن إيران بتضل عدوتنا إلى يوم الساعة، إلى يوم القيامة. ما لنا جزائريين لنروح نلتجئ على فرنسا. أكثر من 7 مليون لك. أنتوا عندكم إحساس؟ عندكم شرف؟ كيف بتعيشوا ببلد استعمركم؟ كيف بتعيشوا ببلد قتل أجدادكم؟ كيف بتعيشوا ببلد فظع فيكم، اغتصبكم، اغتصب نسائكم؟ قل لي بس كيف. وتحياتي للجميع، واخونا المغربي حياك الله وبارك الله فيك. وانا بوصل لك رساله من اهل الشام، تحياتي لاهل المغرب حبايبنا. حياك الله لك. علي الطلاق انك زلمه، علي الطلاق بالثلاثه يا ابن ادلب انك زلمه.
ابن ادلب نقول لك كلمه واحده. خليني ندخل مداخله ولا ما تخلينيش؟ انا نعطيك الكلمه غير نتفاعل مع ابن ادلب. شوف ابن ادلب، الحمد لله على ان الصبر ديال الشعب السوري عطى الاكل ديالو والنتيجه ديالو. جاب لكم الله رئيس، احسن رئيس كنشوفوا انا، احسن رئيس في الانظمه الجمهوريه في العالم، لانه تحدى الغرب بقياده فرنسا والمانيا ولم يقبل شروطهم. هاد الدولتين اللي هما كيتحكموا في الهيمنه لا العرب ولا ديال الغرب، فاذا بهم وصلوا عند احمد الشرع فاصبح صغيرا. وما اعجبني في احمد الشرع هو كلامه البارحه وانتقاده على الكلام ديال دونالد ترامب الذي يرعب العالم، وقال على ان مخطط ترامب جريمه لا يمكن ان تطبق في ارض الواقع، عكس نعم. اي رئيس اللي كيتغنى بالقضيه الفلسطينيه. اتحداك انا تبون يلي بيحكي انه مع القضيه الفلسطينيه، ماني لانه انا بمدح باحمد الشرع. نحن بامكان، نحن احرار، اذا ما عجبنا احمد الشرع بنسقطه وبنحكيها لانه احرار، ما بنمدح بحدا نحن. بالمختصر المفيد أخي الكريم، أنا بالنسبة لي أنا بس من عيلتي 50 شهيد استشهدوا من 2012 لحد الآن بنقدم شهداء، والحمد لله أنا أخوتي وقت التحرير كانوا على خط الجبهات. جمال كبرني، هذا وهذه أكبر فخر اليوم. نعم. فأنا بالنسبة لي المعتقلين إذا بيفك أسرهم أحمد الشرع والله الشعب السوري لا يطلع ضده، ومستحيل يعملها. مو باينه مضبوط، مستحيل يعملها اليوم. كمان يا كمال اعلن هذا الشيء، يعني هذا الشيء اللي حطيته انت البارحه، اليوم التلفزيون الرسمي السوري اعلن هذا الشيء وتنقلت كل وسائل الاعلام العالميه. المهم اخي ابن ادلب، تحياتنا للشعب السوري قاطبه من عند خوتو المغاربه، احنا دائما وقوفنا معكم وتضامننا معكم، لا جزاء ولا شكورا. انتم خوتنا، ومن الواجب علينا كشعب مغربي اننا نتضامنوا معكم، لان الشعب السوري شعب شقيق، ما يؤلمهم يؤلمنا وما يفرحهم يفرحنا. لذلك المعاناة ديالكم كنا نبكيو معكم، دابا الان جا وقت الفرح حنا كنفرحوا معكم. خلصكم الله من بطش بشار، أنعم عليكم بهذا الرئيس اللي كنشوفوا على أساس أنه يسعى للديمقراطية وتوفير الأمن وتوحيد سوريا. لذلك هذا هو الجزاء ديالكم نتيجة للتضحية اللي قدمتوها باش تطردوا هذا النظام الغاشم ديال بشار الأسد. شكرا لك. غنشوفوا مالك، تفضل مالك. بالاحترام، لا تعصب. نرد باحترام لأنه ما هزرش بالزكريا. اسمع يا شارون، بس اوجه رسالة لابن بلادي. ما تسترتقش شكون اللي راه يهضر؟ اوكي ابن ادلب، شوف اخواتك المغاربه، حبيبي انا سوري، واخوك عمر عراقي، وعادي اخوك من فلسطين، وهذا شارون كرغولي من الجزائر. انا كرغولي احسن عليك وتتكلم بادب. اسمعني نرجع على هذا اللي تحمس السوري. انا راح احكي كلمتين بس، انا راح احكي كلمتين. انت اللي واقف مع القضيه الفلسطينيه، انت اللي واقف مع القضيه الفلسطينيه. هل تعلم يا اخي، هل تعلم يا، بدي اقول لك اخي الجزائري، كوني مسلم، انا كوني مسلم الحمد لله، اسلامنا هيك علمنا، كوني مسلم. راح اقول لك يا اخي الجزائري، هل تعلم انتم بتقولوا واقفين مع القضيه الفلسطينيه وانتم مع القضيه الفلسطينيه؟ روح ابحث على مخيم اليرموك يلي موجود بسوريا، هو مخيم عبارة عن مدينة كانوا يسكنوها الفلسطينيين. هل تعلم النظام السوري، النظام القديم، نظام الدكتاتوري، صفى أكثر من 10,000 فلسطيني على الهوية. شوف معاناة الشعب الفلسطيني مخيم اليرموك. شوف جماعة حزب اللات وجماعة المقاومة اللي بتمدحوا فيهم شو عملوا بالشعب الفلسطيني. فظعوا بالشعب الفلسطيني، قتل الفلسطيني قبل ما يقتل السوري، قتل الفلسطيني قبل ما يقتل السوري اللي بيدعي مع المقاومة. نعم. فأنت عم بتقلي مع شو اسمه، ليش ما شفناكم وقت اللي ما بدي أقول لك نحن السوريين، نحن بندافع عن نفسنا، أنتوا دافعوا على الفلسطينيين كمان ما بدهم حدا يدافع عنهم، بس حلوا عنهم، ما بدهم شعارات. الفلسطيني بده قول وفعل.
اخي ادلبي يا زلمه عمرك شفت واحد يدافع عن فلسطين وراس جده له 60 سنه في متحف الانسان؟ يا زلمه هذول وثيقه استقلال فيش عندهم يا زلمه، مساكين هذول الجزائريين، ما تعصبش منهم، مساكين على قولة اخوتنا المغاربه بكره يكبروا وينسوا، مساكين يا اخي، ما تديرش عليهم. بعدين شوف يا اخي شكون راه يتكلم يا عمري؟ شوف الجيش تبعهم يا عمري، شوف يا اخي السوري خلاص دوك يتفكوا المشاكل في التيك توك. طيب اسكت احنا اولاد فلسطين واولاد الشام. هاي مو مشاكل على التيك توك، هاي مشاكل صارت على الواقع. هاي نظامك نظام عدونا، نظامك اسمعني انا في العشرية السوداء 1990 كلب ما خشلون بكيلو. شوف شكرا جوار. شوف غير باش نضموا الحوار، مالك كتسمعني اعطيني المداخله تاعي ومن بعد نكملوا. غنعطيك المداخله غير باسكو السوري وخفض الصوت ديالك العيره فلسطينيه. تفضل يلا تفضل غير بدون غوات بلا ما تجرح بشي اخ من الاخوه، لا الفلسطيني لا السوري. والله يا كمال والله نحترمك، ماشي نحترمك باش كان كيولي قاس نحترم فهمتني. تفضل يا الاخ السوري، بلادك سوريا. انا كيعيش في العشريه السوداء في بلادي وما خرجتش نبكي بحالك. واجهت الارهاب وحدي كدوله وكشعب، ما لا بكي ربي يسهل عليك. انا الدوله تاعي عندها منظور واحد. نقطة دقيقة نقطة مين وجه. خليه يكمل ابن ادلب، خليه ابن ادلب يكمل مداخلته. خليني نكمل المداخلة تاعي ومن بعد علق كما تشاء. اوليك الكاست انا ندير ميوت ونهبط. سي بون خليني نكمل. بس ما تصرخ عليه وتقول له سكر اثمك، انت بتسكر اثمك احسن ما بدعس براسك. جزائري انا نهضر بالفوت عالي. سي بون لو كان تجي قدامي نعفسك. فرنسي بتمارس هاي. خليني نكمل واحد القضيه بلاتي باش نوضح لكم واحد القضيه. الا قال لك خفض الصوت ديال كمالك لان هذا الشعب السوري شعب مسلم وكيتبع القران كيقول ان انكر الاصوات لصوت الحمير. كمال انا بمعنى لا تقلد كمال انا كنزعف نعيط. خليني نهضر بالعقل. تعيط كتولي تقلد صوت الحمير وهو من انكر الاصوات، لذلك حاول تخفض الصوت. نعرف تكت هذا السوري اللي راه زعما يشتكي هنا في القاست. تحلت مشاكل سوريا؟ ما تحلتش مشاكل سوريا. مي الدوله كنظام كما راح وزير الخارجيه الجزائري الى سوريا، لو كان ماشي احمد الشرع ولا رئيس حكومه وفوضوه ما يجيش وزير الخارجيه الجزائري الى سوريا، بس حنا ما نعترفوش بالمنظمات. كي ولا رئيس حكومه منتخب مؤكد جا وزير الخارجيه ومد واش مد وطلب منه واش طلب ومنا ونورمال عادي ما فيها والو، عادي نورمال. سوريا اختنا العربيه وندافعوا عليها والحمد لله. وانت اضطرتك قول دعمنا بشار، قول دعمنا بالبوليزاريو بلي جينيرو، هذيك النظريه تاعك. بس كان الجزائر عاشوا فيها السواره والحمد لله، عاشوا معززين مكرمين في الجزائر والحمد لله، وهذاك الخير في وجه الله. حنا في العشريه السوداء في 1990 كي خرجنا من كي ناضت العشريه السوداء في الجزائر ما خرجناش نبكيو وما خرجناش من ارضنا. لكن يا مالك خصك تفرق واش هما كنتو كدعموا سوريا ولا كنتو كدعموا النظام سوريا. حنا مع النظام. بشار كان حاكم النظام. بشار شكون رئيس ولا ماشي رئيس؟ برافو عليك. واخا برافو عليك. غير تفضل. دابا الان نظام سوريا سقط وجاءت حكومه انتقاليه من الشعب. دابا انت الان يعني راك في مواجهه الشعب اللي كنتي البارح كتدعم النظام بشار باش يقتل الشعب. يعني اللي كنتي كتدعم خصك تدعم الدوله السوريه. هذه في المخيله نتاعك باش انت عندك فكر محدود وداير تيك توك باش تسترزق. انا جزائري. انا نوضح لك بين حكومه منتخبه وبين منظمات كما الشرع كان منظمه طيح بشار لا نعترف به مهما يقعد 100 سنه ما نعترفوش به. ولكن الرئيس ديالك عاد البارح كانوا تما كاين لا تابع للحكومه درك يا محمد ربي يسهل سوالف. كيفاش تابع الحكومه شكون اللي كيشكلها؟ شكون اللي كيشكل الحكومه؟ كيفاش غتكون الحكومه بدون كيفاش حكومه غتكون وتيتشكل بعد الرئيس عاد تشكل الحكومه؟ انت عندك مملكه ما تفهمش الشيء هذا. انت تشكل الرئيس عاد نشكلوا الحكومه. واخا خلي ادلب يتكلم. تفضل اخي الكريم. عم بيقول بالحرب العشيره السوداء ما ترك بلده ما هرب. بالبدايه نحن بال 2012
سقطنا نظام الأسد بالبواريد سقطنا نظام الأسد. راح نظام الأسد جاب ميليشيات روسي وميليشيات عراقي ما بيمثلوا الشعب العراقي طبعا، وجاب الإيراني وجاب الروسي وجاب الطيران. تخيل انت شعب عم يقاوم دول عظمى بالبندقية. يا جزائري انت تخيل هلا تقوم ضد نظامك تقوم ضده. انت كجزائري مانك قادر تسقطه كنظامك. كيف اذا جاب لك روسيا، وكيف اذا جاب لك ايران، وكيف اذا جاب لك ميليشيات، وكيف اذا جاب لك فرنسا، انت قادر تقاوم نظامك؟ لك انت عم تشبه حالك للشعب السوري. لك الشعب السوري اسقط نظامه. انت عم تحكي على العشيرة السوداء. انت ما سقطت نظامك بالعشيرة السوداء. انت وقفت مع نظامك. انت وقفت مع نظامك. حبيبي لا تقارن حالك، لا تقارن حالك فيه، لا تقارن حالك. هس ولا كلمة. هس لا تعلي صوتك. هس نحن ابناء عشائر. هس نحن ابناء عشائر، عندنا احترام. نحن ابناء عشائر. هس اتعلم من ابناء العشائر. اسمع لك كلمتين. انت انا اخي المغربي، انا بدي اوجه رساله لك. اخي المغربي حبيبي، بنأدلب ميوت بعد اذنك. هذا الشعب من اين ابي ما تعرف انت تتعامل معه، انا بعرف اتعامل معه. كلب اللي خلفه ابوك اللي هو انت. تقول له بندلب كلب ابن 60 كلب انت. ينعن ابوك وابو الجزائر اللي طلعتك يا حيوان يا ابن الحيوان. ما تزيد ما تنقص. طيع على روحك. انا جزائري واعرف نفسي وبلدي. باحترام اخي، نحن اخلاقنا نحن على الواقع ما بننسى. بس انا بدي اوصل اخوي لاخ المغرب. اخي المغربي ابن ادلب باش نرجعوا للنقاش. مالك كتسمعني؟ اخي المغربي واخا ادلب غنعطيك الكلمه. للعالم مالك تسمعني. شوف انت من الجزائر. مالك لا تزيد اسمعني يا مالك. انت قلتي لا تعرف الدستور. غنمشيو غير للدستور الجزائري. انت تعرف الدستور صحيح؟ قل لي الماده 30 في الدستور الجزائري. شنو عندكم في الدستور الجزائري؟ الماده 30 من الدستور الجزائري شنو كتقول؟ كتقول البطاطا غاليه ونديروا لاشان. درك انا ماشي سياسي. انا ماشي سياسي. انا جوست مواطن. غير اسمعني. ما كنت انا ما كنطلعش باش نجاوبك. ما تديش واحد حتى بالعقل تاعك. كتقول الماده 30 من الدستور الجزائري: من حق الشعوب المضطهده في تقرير مصيرها. اين انتم من الشعب المضطهد السوري اللي كان هو تحت التير ديال ايران، التير ديال روسيا، التير ديال تركيا، التير ديال بشار الاسد، التير ديال حزب الله؟ اين انتم من هذا الشعار؟ اين هو الدستور الجزائري؟ معليش تما انت باغي تدخل لي في الحكايه تقول الجزائر اي دخلت احمد الشرع. هذا هو المقصود تاعك. ماشي غير وضوح. هذه شوف ماشي غير وضوح. هذا انبطاح تام امام حذاء احمد الشرع. نو شغل طيحنا قدام احمد الشرع ورحنا نجيبوا ل 500 جندي. انبطاح ايه في المخيله تاعك. بس انت فيك تعيشت وقلتيها ونعاودها لك. انت فيك تعيشت. انا جمهوري. كيفاش الزياره ديال وزير الخارجيه ديالك انت والتبريكه يعني الرساله. غير اسمعني الرساله ديال الحكومات وندعم. شمن حكومه كتهضر عليها انت؟ شمن حكومه كتهضر عليها انت؟ الحكومه تاع احمد الشرع درك منتخبه ولا ما منتخباش؟ جاوبني. انتخبوا عليها ولا ما انتخبوش؟ حكومه احمد الشرع انتخبوا عليها. مؤكد. شكون انتخب عليها؟ الشعب اللي انتخب. واخا غنسولوا ابن ادلب، انتخبتوا داروا لكم الانتخابات على الحكومه احمد الشرع بن ادلب؟ اخي الكريم، يلي انتخب احمد الشرع اداره العمليات العسكريه، العمليات العسكريه هي من ابناء الشعب السوري. هي من ابناء الشعب السوري يلي تطوعوا بالفصائل شو اسمه بالثوار. هي اللي انتخبته ونحن وافقنا على هذا الشيء، لانه اول شيء هو مسلم سني وهو يحرر وهو اللي بيقرر ونحن كلياتنا معاه. الله يبارك. لانه ما راح نلاقي مع احترامي للجميع بهذا العصر. بهذا العصر انا جزائري مانيش. هذه تبونيا اللي جابته امريكا. تبونيا اللي جابته امريكا اللي ما بيعرف يحكي كلمتين. ماشي امريكا، فرنسا. تبونيا اللي جابته امريكا اللي ما بيعرف يحكي كلمتين. يلي جابته تبونيا اللي جابته فرنسا ما بيعرف يحكي كلمتين. من 2011 احمد الشرع كان عم بيحارب. اعطيني بس مع احترامي للجميع اخي المغربي. مرض
اخي المغربي، مع احترامي لك بس ثواني، انت كمان الاحترام ما بينفع معك يا جزائري. احمد الشرع كان عم مع شعبه، احمد الشرع كان عم بيقاتل بالبارودي، احمد الشرع كان عم بيقاتل بالبارودي مع شعبه. فاعطيني قائد عربي، اعطيني قائد عربي هلق عم قاتل مع شعبه وحرر ارضه بهذا الوقت بهاي الايام. اعطيني قائد عربي بيقاتل مع شعبه وبيكون مع شعبه. ابن ادلب بس بعد اذنك انا برد عليه. شوف انت بالعشريه السوداء قتلت 450,000 فطيس وانت شهيد. وش دخلك جزائري انت باش تتكلم عن الجزائر؟ جزائري انت صمت بلع. صارت أسامة ممكن دقيقة. أسامة يقول جزائري بلع. أسامة ممكن دقيقة. أسامة تكلم بأدب. تكلم دقيقة. أسامة أنا نتحاوروا. أسامة لا ما تناقشوا إنه الجزائر كان عندك لا أسامة، قل له انه بال91 كان عندكم انتخابات تشريعيه ونجحت الجبهه الاسلاميه ب 188 مقعد، بينما جبهه التحرير اخذت 16 مقعد وصار انقلاب على الحكم ودبحتوا بعض فيما بعدكم البعض. وخالد نزار قال ساقتل 3 مليون من اجل البقاء على الكرسي من اجل ارضاء مصالح فرنسا. كل هذا الشيء هم بيجي بيقول لك كان عندنا ارهاب. ما كانش عندكم ارهاب، لا تكذب. كان عندكم انتخابات تشريعيه وانقلبتم على بعضكم البعض مثل ما انقلبتوا على بعض عام 1900. عندك الحق داكور، عندك الحق. ما تقول لي جزائر وحاورني مثل ما انقلبتم على بعض. ما تحاول الجنسيه الجزائريه. اسكت. طيب انا لقل لك انت كونك جزائري ايش خصكم بالموضوع السوري؟ احنا كسوريين ايش خصكم بموضوعنا؟ نظامك النجس ايش خصك بموضوعنا؟ اخي المغربي هلق للاسف النظام الجزائري بعد ما اخي السوري. احنا احبائنا في المغرب شفتوا الحوار شفتوا تاع القوة الضاربة هاي على التيك توك. قال لك نعول على الدولة الجزائرية باش ترتفع. يا اخي بس خلوني نهضر ولا نهضر. سكتوا لي يا ثواني. اخي المغربي هلق النظام الجزائري بعد ما سقط النظام الطاغي بشار. بس ثواني تفضل. اخي السوري تمشيش معهم مع مغالطاتهم هذول اللي بيقول لك عشرية سوداء وعشرية سوداء. اخي هذا كله كذب وكله دجل. يا ابن الاسرائيلي تكلم كما تشاء لانك هلا اسمع كمان بدي اروح اجيب لك فيديو. لحظه هلا بدي اجيب لك فيديو حتى ما على باليش. اسمع يا جزائري انا كمال انا رايح اجيب لك فيديو. لحظه كمال نعم. السلام اخي كمال انا بدي اروح اجيب فيديو الان لاول مره او في حدا عنده صوت يا اخي. شي واحد عنده الصوت كيتعاود. كمال مالك وصل المايك فارس. مالك خرج من القهوه مسكين راه بعاد عن القهوه دابا ولا. كمال انا بدي اروح اجيب فيديو الان وبتمنى من الاخوه انه يعملوا له بارتاج على اوسع نطاق لافرجيك انه عام 1958 كانوا الجزائريين بيتقاتلوا مع بعضهم البعض من اجل ارضاء مصالح فرنسا. وعلى فكره هذا الارشيف من الذاكره الفرنسيه نشروه قبل اسبوع ومش من يا ودي انا اعرف بلع فمك يا ابن النطفه الفرنسيه عشان الناس تعرف بلع فمك يا ابن الاسرائيليين عن فصيله جدك وفصيله الجزائر امك وطيز راسها تعبد عن جدك حيوان. ما نسمحلكش تسب فلسطيني شوي اخي كمال. انا بدي اروح اجيب الفيديو. لحظه كمال بدي اروح اجيب الفيديو بتسمعوا صوت وصوره وحتى راح تشوف شار دي غول بقلب الفيديو. ثواني بس بدي اروح اجيب الصفحه وراجع. مرحبا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. كي دايرين لاباس؟ الحمد لله. والله بغيت نسولك من الجزائر. والله جزائري. سقسيني انا. نعم تفضل. نسقسيك انت مول اللايف ياك. كرك تسقسي السوريين على الجزائر ما فهمتش انا والفلسطينيين علاش سقسينا حنا الجزائريين. حنا نعرف بلادنا كي دايره. ماشي كنسقسيهم هادو خوتنا السوريين من بعد ما تحررت سوريا الحمد لله التحقوا بمواقع التواصل الاجتماعي لكي يقدموا شكرهم للمغاربه اللي كانوا معاهم في وقت الشده والان معاهم في وقت الفرح. لذلك الجزائري يضره
شهادة الحق التي يقدمها الشعب السوري في حق الشعب المغربي. الشعب الجزائري يضره الشهادة الحق اللي كيقدمها الشعب الفلسطيني للشعب المغربي. الشعب الجزائري يضره كلام الخير وكلام الحق اللي كيقولوا العراقي في حق الشعب المغربي. لذلك يا اخي انا غير مسؤول على التصرفات ديال النظام ديالكم والمسانده ديالكم لهذا النظام الديكتاتوري اللي هو كيتلاعب بقضايا الشعوب اللي هي مستضعفه. عم نطرحوا عليك اسئله تقدر تجاوبنا؟ كمال انا نشرت الفيديو على صفحتي، اذا معك هاتف ثاني ادخل شوف الفيديو واعرضه للناس وخلي الكل يبرطاج الفيديو هذا. والله فضيحتكم. نعم واخا، والله فضيحتكم على يدنا، والله لنربيكم والله. اخوتك كبسوك. روح حلل بلادك، روح حرر البلاد تاعك، حرر البلاد تاعك وما تضرب بلادو. راس جدك يستغيث في متحف الانسان، حرر اختك من الدعاره المقننه. بلادو قال عليها عمي تبون خلوها طوفوا عليا. بلادو عمي تبون قال فلسطين طوفوا عليا. احنا مازلنا ننتظر. شوف كمال، احنا الحمد لله الجزائر نهضر لك على باساس اي جزائري، اي واحد بصفتي جزائري يعني ما نهضرلكش، نهضر لك بصفتي يعني جزائري. نشوفوا بعد معنا فهد. هذا فهد خليني نقول لك كلمه برك يا فهد. لا غير نسمع هذا فهد شكون هو؟ وي معك اخويا مغربي. السلام عليكم. وي مغربي اخويا العزيز. مرحبا كمل كاب. الله يحفظك. قلت لك انا كجزائري الحمد لله ما عندنا حتى مشكل في المساحه ولا في الاقلام الملونه ولا في التطبيع ولا، الحمد لله عندنا قاره رانا ديجا حاصلين باش نديروا باش نحرسوا الحدود تاعنا اللي جو تعاونونا شويه. شوف هو الاخ كابو باش تعرف واحد المساله. الله سبحانه وتعالى قال وان جهنم لمحيطه بالكافرين، وجهنم كبيره. الجزائر هي سجن مفتوح بالنسبه للشعب الجزائري، نسال الله السلامه والعافيه من ذاك السجن المفتوح من ذاك جهنم. عمري انا عمري كمال، انا عمري كلمه لا نعاقبلك على الكلمه هذه اللي قلتها، نعاقبلك غير بلاتي غير باش نعاقبلك برك، نعاقبلك الله يفتح عليك. غير بلاتي باش نوضح لك واحد المساله. الله يجازيك بخير. دابا مثلا غادي نسالك، غادي نقول لك الجزائر شحال نسبه الصحراء، المساحه الجزائر النسبه المئويه الصحراء، غتقول لي 98% صحراء. انت يا اخي غير مجرد جربوع كتعيش في صحراء قاحله فيها العطش الجوع ما كانش الماء، يعني ليست بجنه. هذا هو اللي كنشوف انايا. نعم لو كان نجاوبك الهضره تاعك هذه، قلت لي بلي حنايا عايشين في جنه. في جنه شتاهي في جهنم. انا عمري ما شفت جهنم مسقيه بدم الشهداء. هذه يا واحده. اخي دابا شوف هذه القضيه خليني نكمل هذه القضيه ديال جهنم مسقيه بدم الشهداء. نعم مرحبا. تقول لي انتم عايشين مانيش عارف كيفاش في الصحراء. انتم راكم عايشين في فيراج برك قنتو دوره. راني نقول لك عندنا قاره يا صاحبي مش بيك. حنا جزائريين ما نعرفوش الجزائر تيرمودير. انا كنت العام اللي فات في المغرب درتها في 5 ايام على بالك. شفت الداخل، شفت الجنوب، شفت الشمال، شفت الناس كيفاش عايشه، شفت الناس كيفاش مقطعه. يا اخي شوف انا نقول لك واحد المساله الكابو غير بلاتي. حنا غير كنتناقشوا والصداع بلاش بدون تجريح بدون. شوف هو اولا ملي قلتي المغرب جيتي تساليتيها في 5 ايام انت غلط. المساحه ديال المغرب 710,000 كيلومتر. اي بمعنى لا جيتي تمشي بالسرعه ديال البراق اللي عندنا حنا في المغرب وما عندكش انت تما في الجزائر مازال كتمشي بداك التران ديال الشاربون. ربما الا مشيتي في البراق غتمشي بواحد السرعه كبيره، حيت نتوما مازالين كتمشيو في داك التران الشاربون ودور وبالك هي الصحراء عثرت التران، الطاكسيات مخردلين، الكيران، الطوبيسات من الرويد مفشوشين، ما عندكمش حتى الرويد، يعني ما كتعداوش السرعه ديال 40 كيلومتر. اي بمعنى راك جيتي لواحد العالم سريع، لواحد البلد اللي هو بلد السرعه، بلد التنميه. لذلك ربما حتى مثلا انا نقول لك واحد القضيه، الفتره ديال العذاب مثلا انا غنجي نبقى نحرق لك صبعك، غادي واخا غير دقيقه المكانه غتحس بها وقت نهار، ولكن الا جيت وجلستك في واحد المكان اللي فيه الراحه وفيه واحد الجو ملائم وهذا غتحس تجلس فيه عام كانك جلستي فقط دقائق.
هذا هو المساله. جيتي للمغرب بلد جميل اللي هو ماشي زعما غير انت، العالم كيجي للمغرب باش يشوف الحضاره ويشوف الثقافه ويشوف التراث ويشوف فاذا بهم ما كيسخاوش. هو تونسي معنا هنايا جالس تقريبا 4 شهور، قال لي حسيت بها يلاه شي 4 ايام. لذلك الاخ الجزائري هذا هو اللي كنقولوا لكم، نتوما في السجن والجلوس في السجن يعني خصك شي حاجه تهرس بها الوقت. اما فاش كتكون جالس في واحد المكان اللي هو المحيط الاطلسي، يعني بحال جالس في واحد الفيلا فيها 2 اطلالات، وحده على المحيط وحده على البحر الابيض المتوسط، فيها مساحات خضراء كبيره، يعني تخضر فيها صحراء شاسعه، يعني تخرج تشوف تستمتع بالرمال الذهبيه، يعني ما غاديش تحس بهذا. ولكن دابا انا كمواطن مغربي نجي للجزائر يا صديقي، راني بحال اللي جالس في العافيه، خاصني فوقاش نخرج من داك الجزائر، وبالاخص نتم دايز القنايه واحد داير هكا معنتت فيا الحرب نايضه عندكم بلا حرب. لذلك الاخ الجزائري قلتي جهنم اجي مرحبا بك، اجي مرحبا بك، ما تعشيتش. شوف انا غير واخا عادي باش نكملوا. انا واحد القضيه، انا ماشي من عشاق السفر عبر الزمن للوراء. انا لو كنت من عشاق الزمن بحال دابا بغيت نعيش في العصر الحجري راني غنجي للجزائر نشوف العصر الحجري داك البنايات وداك الشيء. المهم قلتي جهنم مسقيه بدماء الشهداء. يا خويا شمن هذه سيدي دماء الشهداء؟ علاش كانوا كيقاوموا الشهداء ديالكم رحمه الله عليهم في ليله الاربعاء هذه؟ علاش كانوا كيقاوموا مساكن؟ اليوم عندنا اليوم عندنا دوله. اسمعني خليني نفهم. لا غير اسمعني خليني نفهمك. على بالك حنا كندخلوا للجزائر. اسمع، حنا في الجزائر الشهداء، حنا في الجزائر شعبي. خليني نهضر معاك يا صديقي. نهضر معاك دابا اسمعني، حنا بغينا غير تهضر. انا ما نجاوبش ولا لا؟ غتجاوبني ولكن انت 5 دقائق تهضر. لا غير قول لي، الشهداء رحمه الله عليهم علاش كانوا كيتحاربوا الله يرحمهم باش يخرجوا؟ الله يرحمهم في هذه الليله ويوسع عليهم. ونتمنوا من الله اننا نشوفوا في المستقبل عمي عبد المجيد تبون، نشوفوا في المستقبل عمي الحمد لله عندنا شهداء وعندنا المقابر تاعهم. نعم يعني الله يرحمهم يوسع عليهم، ونتمنوا من الله في المستقبل نشوفوا عمي عبد المجيد تبون جاب 500 شهيد اللي عندكم في المتحف اللي تكلم عليه وناضي بكي حتى ضرني. الله يا شهداء، الله يا شهداء، الله يجيب داك 500 وندفنوهم ونصليو عليهم جميع صلاه الغائب، صلاه الجنازه. قول لي يا صديقي، ممكن يكبر هذا الفيديو؟ واخا غندير لك اخ محمد، انا نخليك باش غير من انساني انا باش ما نوليش ندخل بيناتكم. لا بس بدي الناس تسجل هذا الفيديو انتشر جديد كمال ومش متداول. هو الخوت في الصفحه، انا نعطيك نكبر لك الصوره شي شويه يعني اللي انت تاخذه والكل يروجوا الفيديو ونشروا. افضحوا دين امهم وفرجيهم انه ما عندهمش ثوره، ما كانش عندهم ثوره. نعم. كانوا لا هو هذا هو محور الموضوع. انتم ما تساليش الخير، انا كاين الخير. انتم كاينين الدوار دوروا نظموا الحوار، انتم مناسبين اليهود ومصالح فرنسا الرخاص ومصالح النفط. ما عندكم لا شرف ولا مله. واخا بلاتي محمد غنخليكم انت وياه وتهضروا بيناتكم. قول لي الاخ. ما نهضرش معاه، وانا جيت نهضر معاك انت، جيت نهضر معاك انت كامل. نعم الشهداء الله يرحمهم. شوف يا صديقي، شوف غير اسمعني. الشهداء الله يرحمهم، غير اسمعني. هي غير باش جاوبني باش نشوف الشهداء مساكن. انا بتحطني اسمع، انا بتحسبني ارنب وتحطني هنا في الوسط تدوروا بيا، وراكم مقودين بزاف ريسانكم. لا كاع تلمذوا. حاشا راني فاهمك. انا جيتكم حضرت السيد اللي كان من قبلي هنايا، حاشا حطيتوه في الوسط وقعدوا تمنكوا به. شوف ماشي مليح. حاشا شوف اسمعني، حاشا ولله وحاشا ولله. ربك راك مع فريدي زاد ماشي 8 باش غير اسمعني. جزائري ونعرف المغرب غير اسمعني فيكم غير حاشا ولله. وهذا جمع كرك انت يا ديابي بلاتي اكاب علاش كتهين راسك؟ حاشا ولله ما عندكمش ربكم حتى باسبور. تهضر مع الجزائريين من بابك. اسمعني انا جزائري ونقول لك فيكم غير النفس. انا جزائري ونقول لك فيكم غير النفس. دوك نطلع نفهمك اللي كذب. واخا انير شوف الكرب. حاشا ولله 3 على شي واحد يوصفك انت بالارنب، واللي وصف الشعب الجزائري بالارنب فوالله لا هذا حيوان ناطق، لانك مستحيل تكون ارنب. انت اكبر حمار في وجه الكره الارضيه. كيفاش غنوصفوا حنا حمار بارنب؟ هذا الارنب تاكلوا الله يهديك. راه اللي يقول لك انت ارنب راه مصيبه، راه كارثه كحله.
أنا لا أقصد أنكم أرانب. الأرنب تحنقز هنا وهنا في فصل الربيع وجميلة وتنفع. معليش أرانب ماشي أرنب، ما تبقاش تقول على راسك أرنب. شنو الأرنب أنت؟ ترى ماشي أرنب. خلينا نهضر. أنت أرنب. سميتونا نتوما أرانب. انتم ما سميناكمش أرانب. شكون اللي قال لك أرانب صاحبي؟ شكون اللي قال لك هذا اللي قال لك أنت أرنب؟ شوف الفيزا لك لاباس تاع 1760 اصاحبي مالك. هذه ديال 1830 1760. صاحبي راك عباك راني حاسبك باللي راك في فيلم قديم اصاحبي، راك نواري بلون. انا قديم انا مغربي قديم. انت دار مسكين صديقي كبير، راك قريب الارض اصاحبي. يا صديقي انا والله ما باغي نجرح. قول لي غير الشهداء الله يرحمهم مساكن كانوا يحاربوا فرنسا يخرجوها من الجزائر. انتم شهداء وما عندكمش. انتم بعتوا بلادكم بالسكليطه. انت اللي عندك تهضر على الجزائر. انت اللي عندك غير شوف قول اقسم بالله العلي العظيم في مقام الشهيد. احنا عندنا الصحراء، انتم راكم عايشين في القمر. غير وحده قول لي اقسم بالله العلي العظيم في مقام الشهيد ما كاينين شهداء مغاربه مذكورين. شوف المغاربه راهم يخرجوا عمان صاحبي من الفنيدق. روح للفنيدق روح يلاه شوف ها انت اسمع. انا غير بالنسبه قلتي لي الجزائر مسقيه بدماء الشهداء انا نتفق معك. قول لي هادو الشهداء الله يرحمهم كانوا كيقاوموا فرنسا. انتم البلاد تاعكم مسخيه بالمنيه صاحبي. حنا بالدم الشهداء. بلاتي يا صديقي بلاتي هادو الشهداء ديالكم كانوا كيحاربوا فرنسا باش يخرجوها. حنا متفقين. شنو كانت دايره فرنسا؟ كانت دايره لكم نتوما دوزيام فرونسيز. هما ما بغاوش. كانوا دايره لكم الجنسيه الفرنسيه في قلب الجزائر ما بغاوش. فرنسا كانت متواجده معكم بالمؤسسات في قلب الجزائر هما ما بغاوش. قالت لهم شنو بغيتو؟ قالوا راه خصك تروحي لبلادك القاره الاوروبيه وخلينا حنا في شمال افريقيا نعيشوا مع خاوتنا. هذه هي وجدودنا كانوا يعاونوكم على حسب انهم يخرجوها بحال تمشي بحال اوروبا وتعيشوا مع خاوتكم في شمال افريقيا التوانسه والليبيين والمغاربه والموريتانيين وتكونوا نتوما. قول لي كيفاش هي الحماره الناس بون كيقول لهم احترموا الاتفاق 1968 اللي تعطيو التاشيره للشعب الجزائري باش يروح لفرنسا. واش هو دابا كانوا ما بغاوش فرنسا في قلب الجزائر؟ الفيزا كانت تعطيها لك في قلب فرنسا. عمي تبون كيقول لها خصك تحترمي الاتفاق 1968 ديال التاشيره اللي كتعطيوها للجزائريين باش يحرقوا لفرنسا. يعني دابا جدودك حشاوها لك على هذا القبال وحنا عاوناهم في الحشيه. يعني انت هي فرنسا كانت تعطيك الفيزا في قلب الجزائر وتعطيك الجنسيه في قلب الجزائر، ولينا نردوك تولي تطلب التاشيره ويطلب عليه عمي تبون وينزل التنازلات باش تعطيك التاشيره تمشي تعيش في فرنسا. حشيه هذه كبيره هذه. يعني واش دابا الشهداء دابا كانوا يجيو يا كمال هضر على بلادك يحاربوا على الجزائر؟ لا والله الا كنهضر على واحد المثل. كاين واحد المثل اين هو الدماء؟ انا كاين واحد المثل تعرف يقول خليني نهضر معاك. كاين واحد المثل قال لك قبل ما تشوف تنقي الزبل عند الناس باب الناس نقي غير الزبل تاعك اللي قدامك نتايا. لا شوف هو واجب علينا حنا راك كتعرف الشعب المغربي والسوري. وغير اسمعني غير بلادكم اصاحبي. راني خايف عليكم واحد العام ولا عامين. غير اسمعني انت كتشوف الخوت السوريين المصريين العراقيين كيشكروا المغاربه على التضامن ديالهم في المواقف الصعبه. حنا خويا حنا غنضامنوا معاكم. حنا نضامنوا مع الجزائريين الاحرار باش نطردوا اخر مستعمره من شمال افريقيا اللي هي فرنسا من الجزائر. دابا انت عندك هنا متعاونه. شو هذاك؟ هل تريد ان تصبح الجزائر دوله مستقله متعاونه مع فرنسا؟ علاش تتعاون صديقي مع فرنسا؟ فاش كتعاونوا؟ قول لي فاش كتعاونوا مع فرنسا؟ يا فرنسا الجزائر ديالها يا انت حرروا جدودك الشهداء باش واحد هنا كمال. ويناش كتعاونوا مع فرنسا صديقي؟ علاش ماشي عيب؟ شوف كمال ماشي ديال خيانه. هضر لي على العلاقه تاعكم نتوما مع اليهود. هضر لي خلينا من العلاقه تاعنا مع اليهود سيدي. خلينا من العلاقه حنا معليش اليهود اشرف منك. اليهود هذه ماشي خيانه. واش هذه ماشي خيانه؟ ماشي خيانه. واش هذه ماشي خيانه؟ غير اسمعني متعاونين ماشي خيانه. علاش كتعاونوا مع فرنسا؟ فين تعاونوا مع فرنسا؟ فاش كتعاون؟ عندنا حتى علاقه مع فرنسا طول الوقت. اللغه تاع فرنسا قلنا تريد ان تصبح الجزائر انتما فرنسا راهم يحكموا فيكم يا صديقي. والله راه قبض التصويره كاع حيحكم يا كابو يا كابو التصويره كامله ديالهم والله كمال غير بشويه. الشمال ماشي ديالكم. يا كابو الجنوب ماشي ديالكم. يا كابو ماشي ديالكم. يا كابو ماشي ديالكم. يا كابو
في التعليم وين راكم واصلين في 67 وين راكم واصلين؟ خليني نفهمك خويا كمال في مناقشه هذا الجزائري بصفتي انا جزائري ناقشوا خاطر في هذا من بعد غادي نكبروا على تناقش معايا انا وليد البلاد. اسمع قول ايا الناس تسمعنا قول لي منين تفتخر؟ واش عندك تفتخر؟ منين انت؟ انا من الجي من العاصمه. منين من الجي؟ باش راك تفتخر بالمال يوم مقطوع ولا تفتخر بالشعب اللي النساء اللي يهربوا في البوطي والباقي راهم يتسجنوا؟ باش تفتخر بالزيت اللي دير عليه لاشان والقهوه اللي ما عندكش؟ باش تفتخر بلي اصبحنا ضحوكة العالم، عطاونا الكف الافريقيين والعرب ورجعنا معزولين؟ باش تفتخر بنظام فاسد سارق ناهب؟ تعرف باش نفتخر؟ باش تفتخر؟ راني جايك الشهداء اللي هضرت عليهم، واش من شهداء؟ خليني من الشهداء الشهداء شكون راهم يحكموا؟ اللي نهضر لك على الشعب تاع اليوم. الشهداء هما اللي راهم يحكموا في الجزائر اليوم. نهضر لك على الشعب تاع اليوم، على الجينيراسيون تاع اليوم. شحال عندك من عام انت؟ شحال عندك من عام؟ ما تحوش شحال عندي من عام، انا صغير بصح عقلي كبير، انا ما يبرتعنيش. راني نشوف فيك داير الدرابو تاع القبايل، وراني نشوف باين تابع للماتش تاعك. انا قبيلي لا خليك المغسانيس. اسمع ما نهضرش معاك، نهضر مع فريدي. واش عندك تفتخر به؟ انا جزائري بصح نكشفك. اسمع عندي درابو 200 عليه شهداء ربك. على بالك عندي العلب شقريحه هذا وتبون. تعرف ميليسا، عندي السما تاع الجزائر قحبه ما تطيرش في السماء. اسمعني ما تقاطعنيش. تعرف شحال عندهم الاموال الطائله المنهوبه بجوج بنات شنقريحه وين عايشين؟ وليد شنقريحه تعيش بكريكم قتلوك انت يا الحركي. انا حركي تبع بلادك انت. الحركه تبين حركي تبع بلادك انت. تدافع عليهم هذوك اللي جوعوك، اللي خلاو الشعب يركب في البوطي. انت تهضر على المغرب، انت والله ما تعرف المغرب. اسمع والله ما تعرف. روح نقول لك حاجه باش نقولها. روح نفهمك حاجه. اسمع هدر لي اعطيني حاجه. نعرف المغرب نعرف المغرب انت راك جيعان، انت جوعوك. شوف انت جيعان ربك، انت جيعان في راسك وفي كرشك. شوف راك رايح دير لاشين على الزيت وراك ما نهضرش معاك والقهوه والسكر ما نسمعش بك انت. الماء في وهران في عز الشتاء ما عندهمش. هو ما غادي يعطي لك والو الماء، وفلسطين ما غادي يعطوا لك والو. اسمع باش والسوريين ما يعطوا لك والو. اسمع لا الحق. وكان جيت جزائري حر انا وانت ندافعوا على بلادنا ضد النظام. الحمد لله الحمد لله نعوضوا. كاينه حاجه في البلاد ربك. واش عندك انت وين راك؟ الشعب اسمع انت وين راك؟ كاش خليجي يركب بالك في الطواليت وقاعد اسمع قول لي كاين كاش خليجي يركب البوطي؟ شفت كاش خليجي داير لاشين على العدس واللوبيا؟ شفت كاش خليجي ما كلاش اللحم 6 شهور؟ شفت كاش خليجي مازال علاش تقارن روحك بالقاضي الخليجي انت؟ علاش تقارن روحك بالقاضي؟ اسمع من 62 ما تقدرش تخدم لوزين تاع الحليب، مازالك بلوزين تاع الغبره. ب 62 ما عندكش طائره. معليش نشرب الحليب تاع الغبره وما يجوش يلقوا لي نيكولي. انتو صحاب الدين فهمت؟ واش من اسمعني نقول لك لك تهضر. عندي الغاز يدور اجمل كتباطل. اسمعني عندك الغاز خلينا نبعث لك تصاور. عندي البترول، عندي الدقيق، صحاب برا يتقاتلوا على البيطان. عندي القلم تاع النحاس. واش من الزعماء؟ عطيني الزعماء. كاين ربك الناس يسهر عليك انت. كاين ناس ربك راهي مقابله الحدود، راهم دخلوا لك يضربوا لك. بصح شواكرك راهم يدوا دراهم بالباطل. انت واش رجالك راهم دخلوا عليك ناكلك في الدار. يدوا لينا نقوت ذهب وما تستحيوش. عندكم بعد من 62 رانا طيح في مول الفول او طيح مول الفول تقعد تشكم هنايا. ما ينفعك لا المغرب ولا سوريا ولا فلسطين ولا. هضر لي على الانجازات. الحمد لله تابع. نهضر معايا بالارقام، نهضر معايا بلغه الارقام. واش من الارقام عندك؟ واش عندك معايا بالكاس القلاوي؟ عليك اوروبا اسبوع ما كاش مشكل. انا مانيش عياشي ومانيش تخلق عليك جزائري. وكان غير ما نسمع لا عياشي بلادو يتقدم، بلادو يتقدم. الملك تاعو يخدم البلاد، راهم يخدم يطناه العالم كاع. يا ربك اليهود راهم يخرجوا فيهم برا مسكينين وتقول لي راهم يخدموا. اسمع اليهود، شوف اليهود المغاربه كاين بلاصه. اسمع اليهود المغاربه كاين بلاصه هما ما يدخلوا لهمش يشوفوا غير بعينيهم. اسمعني
رامي ظلوا في الحقوق تاع الفراوله. البوطي خليني نهضر معاك. اسمعني كاين شي يهودي يركب البوطي. انت ما تعرفش المغرب انت. يقتلوا شعبهم. تهضر هنايا برك في المواقع ما تعرفش. يقتلوا شعب حكام اليهود. السبت انت حكام اليهود يسرقوا دراهم ويهربوهم من البلدان الخارج. تهضروا على اليهودي. واخا خويا الحمد لله اليوم البلاد راهي مليحه. انير باش نهضروا غير مع خونا. شوف هو ماشي سهل هذا الدرجه الجزائر، وباش تعرف هو راه واخا انا كامل دقيقه برك كامل انا لا هو غير بلاتي باش نكونوا انا ماني لا اي راه شوف هذوك ولاد انا ماني تبونا والو. شوف كي تكشف كي توجعوا تلحقوا يقول لك انا مانيش مع تبون درك باسكو كشفت له الحقائق واش عايش الشعب يسوفري. الشعب الحلم الوحيد تاعو يهرب في البوطي، مراه راجل بيبي صغير مراه، حتى ولينا اضحكت العالم، حتى كرهونا عافونا في الخارج، يبزقوا فينا حاشاكم، كرهوا منا باسكو يدافعوا على نظام فاسد من 62 هما ينهبوا بالبالات، ولادهم عايشين بالمليارات ما بين الامارات وقطر وامريكا وانجلترا وفرنسا، وناهبين الموال كاع. يقول لك احنا ولاد فرنسا ناهبين كاع الموال عند فرنسا وشاريين العقارات هاوليك ويحلوا دوك السنصار اللي راكم تهضروا عليه دوك يطلقوه رغم انفسهم ما عندكمش نظام. روح خرجوا نتايا، روح خرجوا عندهم ملفات الخارج. روح خرجوا انت. شوف رانا هنا مانيش عارف شحال هو بلاتي. صلصال ولا ما طلقوش. انير قول له كمال قول له شي نهضروا مع انا نسمع فيك خويا. غير اسمعني واخا انير قطع الصوت صديقي الله يجازيك بخير. شوف هكا انا بالنسبه ولو ان انير يختلف معك هكاك انا ما كنشوفش الجزائر حتى لهاد الدرجه. كتسمعني ركاب؟ كتسمعني الكاب نسمع فيك انا بالنسبه ماشي حتى لهاد الدرجه كنشوف الجزائر هي فيها الشر هكا. علاش؟ كنعرف انه كاين مليون مغربي خدامين في قلب الجزائر. صحيح؟ كتسمعني ركاب؟ ما سمعتكش قلت لك انا ماشي الشر كاع تاع الجزائر حتى لهاد الدرجه. انا كنعترف على انه كون كان فيها الشر هكا ما تلقاش مليون مغربي خدامين في قلب الجزائر. مانيش نسمع فيك مليح كمل. قلت لك كاينين مليون مغربي كيخدم في قلب الجزائر. يعني لو كان فيها الشر هاد الدرجه اللي كيقول انير ما تلقاش مليون مغربي خدامين في الجزائر. ياك صحيح؟ عندي انا مغاربه يخدموا عندي في الدار كاينين ماكلين شاربين. يعني داك الجزائريين واكلين شاربين كيصوروا الدراهم مليح. ياك صديقي؟ وي وكيزيفطوا الريال للمغرب باش يعيشوا دارهم. قول لي الاخ الكاب، داك مليون مغربي واكلين شاربين خدامين في الجزائر جالسين مده طويله تما تقريبا شي 40 سنه وهما كاينين تما داخلين خارجين ياك؟ قول لي ملي كيبغيو ينكحوا فين كينكحوا؟ ينكحوا عند اختك. ايوا داك نهضر معاك نيشان سؤال وجيه هذا يعني بلا ما تسب بلا والو. ملي كيبغيو ينكحوا فين انا ما كنسبكش. علاش كنسبك انا؟ علاش كنسبك؟ قلت لك حنايا الجزائر لا راه كيترم غير تبني غير بالله ما كيبانيطوش لا كيكفتوا هنا تيك توك عليك. بني هذاك المغربي نحسبوه غير الفيسا تاع الكوير تاعك هو غير بالله ما نحسبوه كيبنيط. وانت عندك مغاربه في الدار وما كيكون كيقبص ما يشوفش مثلا البنت ديالك ما تدخلني شي امور ولا الزوجه ديالك ما يبنيطش عليها. كيفاش قابط واحد كان يبنطك عليه؟ تعرف شنو نديرو كي دخلنا في التبنيط نعيطوا لابو زعيم. واخا هادو اللي هادو عرفتيهم شكون هما؟ ابو زعيم يعرف. ما نسبك انا والله ما نسبك انا ما نسبكش. ها انت هاك اسمع حنا في 62 هنايا موالينا جينا معاهم من لهنايا من 62 والجوري ما كانش هنا في 62. ما كانش الكاوري في 62. كيفاش 50 شحال بكم استقلال هنا 60 سنه من بعد يجيو هادو لي زيريتي سوا ديزون باللي كونكوا الدار هادي راهي ليهم حنا كنا نخلصوا لي الواي باسكو ما كناش على بالنا. ما كانش على بالهم كيخلص لي دوسي كي جيت يجيو
يشوفوا هادو يشارعوا فيه سميتهم البي نوار هادو اقدام السوداء هادو اللي بانوا جدد هادو 60 سنه وما جاو داوروا من الورث داوروا من الارض داوروا من الكندني ها الوثائق ها هو يجبدوا ما هو كيبين هذه قناه النهار ديالكم البي نوار يا صديق كيخرج اسمع هذه حقوقيه كان فيها واحد الصراحه كبيره واتفاق جزائري فرنسي ليزاكور دي بيان يقول لك كل فرنسي اللي غادر مثلا في 62 وحب يرجع قبل مده معينه يبقى يرجع للممتلكات نتاعو ما كان حتى واحد يستغل الممتلكات نتاعو بصفه عاديه املاك شاغره اقدام السوداء من كما هو معلوم لارادتهم وتركوا كل الاملاك وهذه الاملاك اصبحت بالنسبه للدوله الجزائريه الحديثه يعني حديثه بعد الاستعمار مباشره هذه اصبحت تسمى الاملاك الشاغره ليكيا باكم غانا بارك ما زيدش نكمل لك. شوف صديقي حررتيها بالدم ولا ما حررتيهاش؟ شنو حررتي وانت يا لي بي نوار كيجيو يديوها بموجب الاتفاق بين الجزائر وفرنسا؟ ترى كيعساس تما عمي تبون عساس على الاملاك الشاغره ديال لي بي نوار الاقدام السوداء اللي خرجوا من فرنسا من الجزائر قبل 62 يعني راهم في فرنسا وعايشين تما ومن نهار يبغيو يجيو للجزائر غادي يديو لك داك الملك اللي عندك. يعني انت بصفتك شنو انت جزائري بنو الشاهد حررتيها؟ شنو حررتيها؟ كون حررتيها كاع ما يجي هذاك من فرنسا اللي خرج بخاطرو ولا يرجع يدير لك داكشي. يعني انت ما عندك والو عمي شنقريحه ديري له داك الطربوش تما غير يحس